السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ واش اخباركم؟ تنتمنى يا ربي تكونوا بخير وعلى خير وفي اتم الصحه والعافيه. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد ووصفه جديده. اليوم ان شاء الله غادي ندير معكم وغادي نحضر معكم واحد الحلوه اللي هي رائعه يا البنات، غزاله غزاله والمذاق ديالها لا يقاوم. عرفتوا يا البنات تجي مقرمشه ولذيذه لذيذه لذيذه، اللي ذاقها عندكم غادي يسولكم عليها. هاد الحلوه يا خواتاتي راه غير مكونات سهله وبسيطه، وغادي توجدوها في واحد الوقت اللي هو وجيز. تقدروا توجدوها في المناسبات، للضيوف ديالكم، الدوازاتي، المهم اي حاجه ممكن توجدوها ليها. هاد الحلوه راه هي سهله مهله، غير مكونات بسيطه. غير خليكم معايا حتى الاخر تاع لا فيديو باش تعرفوا على المكونات والطريقه تاع هاد الحلوه. وتنتمنى منكم اخواتاتي ما تنساونيش واحد اللايك في هذا لا فيديو. بغيت كارتي دابا ما حد كي تتفرجي في لا فيديو ديري لي واحد اللايك. والبنات اللي مازال ما اشتركوش معايا في القناه، تنتمنى منكم اخواتاتي باش تشاركوا معايا في القناه وديروا لي واحد اللايك وتبارطاجيو لا فيديو. قد ما بارطاجيتوها البنات قد ما تتعم الفائده، وكذلك قد ما كثرتوا اللايكات قد ما تطلع لا فيديو وتشوفوه بزاف تاع الناس. بسم الله غادي نتعرفوا دابا على المكونات. اول مكون عندنا يا البنات هو ربعه تاع الزبده مارغرين، وتقدروا ديروا حتى الزبده تاع البواطه. المهم انا درت اللذه وانتم اي زبده ممكن ديروها. وواحد كاس الا ربع تاع الزيت النباتيه، وكاس سكر سنيده. دائما البنات تنعبروا بكاس تاع العنبه. وعندي واحد الساشي اللي تيضيف لهاد الحلوه واحد اللذه غزاله غزاله بزاف، اللي هو السكر المنسم بالزهر. وعندنا زوج خمارات كيماويين. وعندي كاس تاع العنبه عامر بالكاوكاو اللي تنكونوا حمرناه، الفول السوداني محمر ومقشر. وعندي واحد شويه تاع كاوكاو باش غادي نزينوا الحلوه في الاخر. وعندنا نص كيلو تاع الدقيق الابيض اللي تنكونوا مغربلينه مزيان مزيان. واللي ما قدرش يعبروا يقدر يعبروا غير بالكاس تاع العنبه، 4 الكيسان تاع العنبه. وهذاك الكاس تاع كاوكاو البنات طحنته حتى ولا ليا مرمل. شوفوا يا البنات تيولي مرمل. ودابا غناخذوا القصريه وغادي نديروا فيه هذاك نص كيلو تاع الدقيق الابيض. المهم البنات كما قلت لكم 4 الكيسان تاع الكاس تاع العنبه باش عبرت. 4 الكيسان راه تيعطيونا نص كيلو. وغادي نضيف لهم هذيك الزبده اللي تتكون بدرجه حراره المطبخ. والا كانت عندكم البنات الزبده تاع العبار تقدروا حتى هي تضيفوها، ولكن ما ديروش كاس الا ربع تاع الزيت، ديروا غير نص كاس تاع الزيت، يعني بكاس تاع العنبه دائما باش نعبروا. وغادي نضيف واحد القبيصه تاع الملحه، ضروري البنات تضيفوا واحد شويه تاع الملحه. وغادي نضيفوا داك الكيس تاع السكر تاع الزهر. البنات راه تيجي بهاد الحلوه رائعه، واحد النسمه فيها وواحد اللذه ما نقول لكمش. وغادي نبدا نخلط بالاصابع تاع اليدين ديالي. دائما البنات غتبقاو حتى تترملوها، غتبقاو هكا بهاد الطريقه هذه حتى تدخلوا ديك الزبده كامله في هذاك الدقيق. والا كانت عندكم البنات الزبده تاع العبار راه من الافضل ومن الاحسن، حتى هي كتجيبها لذيذه. واللي ما عندهاش دير على اللذه اولا دير الزبده تاع البواطه. وغادي نضيف دابا كاس تاع سكر سنيده. ومن الافضل البنات ديروا ديك السكر اللي تيكون رقيق، ما ديروش ديك السكر سنيده اللي تتكون غليظه. وتبقاو ترملوا فيها بهذه الطريقه حتى تدخلوا دوك المكونات كاملين. تبقاي هكا اختي تهزي داك الطحين مع ديك الزبده وانت كتبسبسي فيه في يديك. المهم حتى تترمل كامله تجي مرمله. راه هذه الطريقه يا البنات هي اللي كتجيب لنا الحلوه مشقه. كيف ما قلت لك اختي، الا كانت الحلوه ما كتصدق لكش يعني ما كتشققش لك، ضروري ديري معايا هاد الطريقه وشوفي ردي عليا الخبر. وغادي نضيف داك الكاس تاع الكاوكاو اللي تنكونوا حمرناه وفسخناه واحد شويه وطحناه. غادي نضيفو على هذا الدقيق وغادي نبقى نرمل فيه بهذه الطريقه هذه. عرفتوا البنات راه تيجي بواحد اللذه غزاله في هذه الحلوه. والبنات فاش ديروا داك الساشي تاع الزهر راه تيجي بواحد اللذه ما نقول لكمش البنات، من غير الا ما قلتوها للناس راه ما غاديش يعرفوا. وتقدروا كذلك تنسموها حتى بالفاني اولا بالقشور تاع الحامض حتى هما تيجيو زوينين. غير هو هذا الساشي تاع الزهر تيجي باللذه زوينه زوينه بزاف بزاف. ودابا غادي نزيد 2 ساشيات تاع الخميره الكيماويه. تقدروا تضيفوا حتى ساشيه ونص. المهم انا ضفت 2 وانتم تقدروا ديروا 2 اولا 1.5. ودائما البنات انتم كتضيفوا وانتم كتبسبسوا في هذا الخليط هكا. ودابا غادي نضيفوا عليهم داك كاس الا ربع تاع الزيت النباتيه. هادو هما المكونات فقط البنات اللي غادي نديروا في هذه الحلوه. كيف ما قلت لكم البنات الا درتوا الزبده تاع العبار
ديروا غير نص كاس فقط تاع الزيت النباتيه. اما الا درتو الزبده مارغرين ضروري ديروا كاس الا ربع، وغادي تبقاو تدخلوا فيها بهاد الزيت هادي مع هاد المكونات هكا، وانتم كتجمعوا غير بالاطراف تاع الاصابع ديالكم حتى كتجمع لكم، راه دغيا كتجمع. المهم البنات غنبقى بهاد الطريقه هادي حتى تنجمعها وغادي نرجع معكم ان شاء الله. عرفتوا البنات الا درتوها بهاد الطريقه اللي وريتكم راه غتجيكم مشقه 100%. ودابا غنديرها في واحد البول وغادي نبدا نكور فيها كويرات هكا كما تشوفوا معايا. المهم البنات ضروري الفران دابا فاش نكونوا حنا تنقادو في الحلوه، الفران راه تنكونوا مشعلينه باش يسخن لينا مزيان مزيان. ضروري الحلوه فاش ندخلوها الفران خاص الفران يكون سخون. ودابا خواتاتي غادي نبدا نكور فيها كويرات صغار كما تشوفوا. المهم كل واحد يدير القياس اللي كيبغي، كاين اللي تيبغي غريبه تكون كبيره وكاين اللي تيبغي الغريبه تكون متوسطه. المهم كل واحد وعلى حسب الشكل اللي تيبغي. انا غندير على حسب هذا الشكل هذا، وغادي نغمسها في السكر ثقيل. يعني ضروري البنات يكون السكر ممتاز، اولا حتى السكر يكون عادي، هو يكون ثقيل البنات. غادي نشدها خواتاتي وغادي ندير هاد الحلوه هكا، وغنبقى نمرمد فيها مزيان مزيان في داك السكر ونسوسها. ما غاديش نخليها حتى تتعمر ليا بزاف بالسكر ثقيل، لا. كما تشوفوا معايا انا تنشدها تنقورها وتنضغط عليها بواحد شويه هكا ونخشيها في داك السكر الثقيل ونمرمدها وتنتكها بديك الكاوكاوه اللي خلينا داك الكاوكاو اللي تنخليوه للتزيين. صافي بهذه الطريقه هذه غادي نبقى حتى تنكمل الكميه كامله. عرفتوا خواتاتي راه الا درتوها بهذه الطريقه اللي وريتكم راه غتجيكم الحلوه مشقه وغتجي لذيذه وبنينه. عرفتي راه غادي تجيكم واحد اللذه فيها لا تقاوم. راه اللي ذاقها عندكم غادي يسولكم عليها، غادي يسولكم على داك المذاق اللي فيها، وغادي يسولكم على الطريقه ديالها. راه تتجي واحد اللذه كيف ما قلت لكم غزاله غزاله بزاف بزاف. هاد الحلوه تقدروا ديروها في المناسبات، في دوازاتي، في الضيوف ديالكم الا جاو عندكم. يعني حلوه ممتازه والمكونات ديالها سهله وبسيطه. ودابا بعد ما ساليت هاد الطاوه الاولى كما تشوفوا معايا خواتاتي الفران تيكون شاعل، غندخل ليه الطاوه ديالي وغنشعل غير من التحت البنات. ضروري تشعلوا الفران غير من التحت. وغادي نمشي نكمل الكميه اللي باقيه ليا في الطاوه الاخرى. ها هي خواتاتي انا كملتها. ودابا راه الحلوه الاخرى راه تطيب لينا من التحت. غادي نضيفوا دابا ها الطاوه الاخرى حتى هي نطيبوها كذلك. دابا هذيك طابت لينا من التحت يعني غنطلعوها للفوق والاخرى غنديروها لتحت. شوفوا معايا خواتاتي هي في الفران وتتبدا تشقق لينا، يعني ما حدها تطيب ما حدها تتبدا غدا وتتشقق. والبنات الا كانت الكاوكاو ما داخلاش مزيان ضغطوا عليها بيديكم. ودابا ها هي كيفاش جات بعد ما طابت لينا وخرجناها من الفران. شوفوا النتيجه يا البنات كيفاش تجي روعه روعه يا البنات. تجي واحد الحلوه مشقه ولذيذه وهشيشه. هي ضروري يا البنات فاش بحال تخرجوها من الفران ما تقيسوهاش، الا قستوها غادي تفرتت لكم. يعني خليوها حتى تبرد لكم باش تولي قاصحه وزوينه. عرفتي راه تجي مقرمله وزوينه ولذيذه واحد المذاق يا البنات راه لا يقاوم. راه اللي ذاقها عندكم غادي يسولكم على المذاق اللي دايرين فيها. راه الا ما عرفتو الا ما قلتوليش راه حنا دايرين فيه الساشي تاع الزهر ما غاديش يعرف. عرفتوا راه تيجي واحد المذاق كما قلت لكم غزال 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 بزاف، وتجي مشقه وتجي زوينه ولذيذه. يعني شهوه منها. تقدروا ديروها في المناسبات، ديروها لوليداتكم في دوازاتي، تقدروا ديروها للضيوف ديالكم. يعني اي مناسبه تقدروا توجدوها فيها. وهاد الحلوه خواتاتي راه تقدروا توجدوها في اخر لحظه توجدوها. يعني راه تتوجد لنا في واحد الوقت اللي هو وجيز، واحد الوقت ما تيستغرق لناش نص ساعه تقدروا توجدوا فيها هاد الحلوه وكميه كثيره. تعطينا واحد الكميه لا باس بها، يعني نص كيلو تيخرج لنا واحد الكميه اللي هي زوينه. ودابا بسلام عليكم الفيديو جديد ووصفه جديده. غير ما تنساونيش اخواتاتي من واحد اللايك في هاد لا فيديو.